إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 15 من مايو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يرصد لكم متابعته لذكريات الاستقلال عبر قراءة شعرية لقصيدة من أشعاره التي أنشدها في مناسبة ذكرى استقلال سابقة. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. إريتريا تفرج عن صيادين يمنيين كانت قد احتجزتهم في البحر الأحمر. فريق الدراجات الإريتري يشارك في سباق الاتحاد الدولي للدراجات المقامة حاليا في العاصمة الجزائر. وتقارير تتهم قوات الدعم السريع بنصب مشانق إعدام في منازل المدنيين في الخرطوم وسط تجدد المعارك في جبهات القتال. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. ذكرت وسائل الإعلام اليمنية بأن السلطات الإريترية أفرجت عن صيادين يمنيين من أبناء الخوخة جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن كانوا محتجزين في جزيرة ترما الإريترية. ونقل الصحيفة المشاهدة اليمنية عن مدير مكتب إعلام مديرية الخوخة يوسف غليسي قوله إن السلطات الإريترية أفرجت عن 49 صيادا من صيادي مديرية الخوخة بعد احتجازهم في جزيرة ترما بعصب. ووصل الصيادون المفرج عنهم في وقت متأخر من مساء الجمعة 10 من مايو الجاري إلى مدينة الخوخة. وغالبا ما تقوم القوات البحرية الإريترية باحتجاز الصيادين اليمنيين من عرض البحر وتزج بهم في سجونها، وذلك بعد مصادرة ما يملكون من القوارب وأدوات الصيد التقليدية حسب ما قال غليسي. ووفقا لصحيفة المشاهدة اليمنية، يقضي الصيادون فترات متفاوتة من الاحتجاز يتم إجبارهم خلالها القيام بأعمال شاقة كالبناء وغيرها، ومن ثم يتم الإفراج عنهم مقابل إتمام الأعمال الموكلة إليهم دون أي مقابل مادي. وأشارت الصحيفة إلى أن الصيادين الواصلين من سجن ترما الإريتري هم أول دفعة يتم الإفراج عنهم خلال العام الجاري، وذلك بعد أن تم إطلاق سراح 465 صيادا يمنيا في أوقات متفرقة من السجون الإريترية خلال العام الماضي. يشارك الفريق الوطني للدراجات في مسابقة بطولة الاتحاد الدولي لسباق الدراجات في نسختها 24 التي تقام في الجزائر في الفترة من 12 وحتى 21 من مايو الجاري. ويضم المنتخب الوطني بقيادة المدرب موسى سهيل المتسابقين ميرون تشومي وملكياس مأكلي ويافيت مولوجيتا وأخليلو جبرهوت وإيفين يمان البالغ من العمر 19 عاما. هذا ويشارك في المسابقة أيضا إريتريان آخران هما متكل أيوب وعوت أمام ممثلين لفرق دولية أخرى. واحتل ميرون تشومي المركز الثاني وملكياس مأكلي المركز الثامن في سباق 128 كيلومتر في اليوم الافتتاحي للبطولة الحالية التي تضم 4 منتخبات و4 أندية قارية و8 أندية أخرى وفريق مرسل من المركز العالمي للتدريب على ركوب الدراجات. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني الإريتري حقق انتصارات كبيرة خلال سنواته الأربع الماضية.
تصاعدت حدة المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جبهات القتال المختلفة في نهاية الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الحالي، حيث شهدت مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور قتالا عنيفا بين الطرفين استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة، وقام الجيش السوداني باستخدام الطيران الحربي في مناطق سيطرة الدعم السريع، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين. كما شهدت ولاية الجزيرة هي الأخرى مواجهات في محاولة للدعم السريع التقدم باتجاه مدينة الفاو التابعة لولاية القضارف. من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية مطلع الأسبوع الحالي من أن الاشتباكات في مدينة الفاشر قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل سريع، وأدانت المنظمة الهجوم الذي وقع قرب أحد المستشفيات الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود وأودى بحياة طفلين، داعية الأطراف السودانية إلى وقف الحرب. وكانت منظمة أطباء بلا حدود قد ذكرت في وقت سابق بأنها استقبلت نحو 160 مصابا في مدينة الفاشر جراء الاشتباكات التي وقعت بين الجيش والدعم السريع السبت الماضي، وأن من بين المصابين 31 امرأة و13 طفلا، وذلك قبل أن تعلن منظمة أطباء بلا حدود توقف مستشفى الأطفال في الفاشر بسبب قصف الجيش لمحيطه. وفي الأثناء قال موقع سودان تريبيون بأن تحقيقات خاصة كشفت عن نصب قوات الدعم السريع غرف إعدام داخل المنازل في العاصمة الخرطوم، ونشرت مقطع فيديو لنصب مشنقة إعدام بطريقة احترافية داخل أحد المنازل قالت إنها في حي ود البصير في أم درمان. وأضاف الموقع بأن قوات الدعم السريع اغتالت عددا من المدنيين شنقا في داخل هذه المعتقلات. ونقل الموقع أيضا عن ناشطين من مدن العاصمة المثلثة عن وجود 14 غرفة إعدام نصبتها قوات الدعم السريع ويشرف عليها ضباط يؤدون دور القضاة ويصدرون الأحكام ضد المدنيين بتهمة التعامل مع استخبارات الجيش أو رصد الإحداثيات له حسب المصدر. وكانت تقارير لمنظمة العفو الدولية اتهمت طرفي الحرب بانتهاك حالة حقوق الإنسان في السودان وتجاهل القانون الدولي الإنساني. وذكرت هيومان رايت ووتش في تقرير لها الأسبوع الماضي بأن الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معه في الجنينة بغرب دارفور قتلت الآلاف من الأشخاص وخلفت مئات الآلاف من اللاجئين منذ أبريل إلى نوفمبر من العام 2023. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. متابعي الكرام، كما نوهنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم يرصد لكم متابعته لذكريات الاستقلال عبر قراءة شعرية لقصيدة من أشعاره تتجلى فيها مرارة الذكريات والأشجان التي تجسد احتمالات تنازع وجدان المغترب الإريتري عند حلول أعياد الاستقلال والمناسبات الوطنية. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج متابعات. هذه المرة سيداتي سادتي نتابع ما كتبناه من الشعر والوجدان وما سكبناه في حب المحبوبة إريتريا، سيما ونحن في شهر أيار مايو شهر الوجع والفرح، شهر التأمل والرقص، شهر العزة والتساؤلات. هذه القصيدة عزيزي المستمع كتبتها عام 2009 وأنا بالقاهرة في 24 من مايو 2009 كما قلت، بعد أن خرجت من إريتريا مكرها لا بطل 2008. وجدت نفسي في شهر مايو
بعيدا عن الأهل، بعيدا عن الوطن، بعيدا عن المشاغل التي كانت تتلبسنا هنا وهناك، إعلام وبرلمان واتحاد يعني الشعر وفن وأشياء كثيرة متداخلة، لا يجد الإنسان متنفسا لأخذ راحة. فوجدتني واقفا في قارعة الطريق أتأمل مايو لأول مرة بعد 17 عاما. حقيقة أحسست بألم كبير في نفسي، ولم يرد في خاطري أبدا أن يأتي مايو وأنا في هكذا وضع لا حول لي ولا قوة، ولا أستطيع حتى أن أقول شيئا، لأنني كنت في القاهرة أيامئذ وخائفا أترقب وما داير أفتح جبهات وما إلى ذلك. ولذلك أنا جالس في حي المنيرة بالقاهرة في واحدة من مقاهيها، وهي مقهى المواردي، المقهى المشهور بالقرب من المنزل الذي كنت أعيش فيه في حي المنيرة قريب من وسط البلد. فتداعت أمامي مشهد الوطن بكل أبعاده وبكل تلافيفه وبكل شعله وحزمه ومسؤولياته وما إلى ذلك. فكتبت هذه القصيدة اسمها القمر النازف. حقيقة شاهدت القمر أمامي ينزف، والقمر قد يكون الوطن، وقد يكون الإنسان نفسه، وقد يكون الشاعر، وقد يكون المعنى السامي والمعنى الكبير. رأيته ينزف دما وقيحا ولهبا ودمعا، فتداخلت فيه عوامل كثيرة. فقلت، تساءلت من أول حرف أكتب في هذا الوجع، قلت أهكذا تسلب الأيام ما اكتسب؟ أهكذا تسلب الأيام ما اكتسب ويمحي موعد بالدم قد كتب؟ هكذا تسلب الأيام ما اكتسب ويمحي موعد بالدمع قد كتب، وينقضي أجل كنا نقلده من اللآلئ درا مذ أتى ذهب. نعدد الحب والساعات في شغف، نعدد اليوم والساعات في شغف، إذ يشرئب أيار ضاحكا طربا. ظلنا نمني نفوسا في أكنتها معشوشب الظل معسولا ومضطربا. بحرا من الدمع خضنا في مرابعها، بحرا من الدمع خضنا في مرابعها، وقد سكبنا رباها حتى أمطرت لهبا، حتى انتشان الذي كنا نؤمله، وهلل البشر في وجه الدنا عجبا، والكل سر بما يحمله من أمل لترتقي شرف المجد الذي حجب. وأينعت في شغاف البوح ملحمة ترنو إلى غدها حبا ومنقلبا، لكنها لم تعد للسعد مسرجة،
لكنها لم تعد للسعد مسرجة، على النقيض همت من دمعها سحبا، جاثت على صدرها الممهور شرذمة في غفلة من زمان البين وحربا. جاثت على صدرها الممهور شرذمة في غفلة من زمان البين وحربا، أيستقيم لها أمر تقدمه، أيستقيم لها أمر تقدمه مفخخ ظلمه للعدل قد سلب، أحنى له مسرح الآلام في وجع، فمزق العهد والوعد الذي كتب، وشرد الحلم مقهورا بلا جهة، وفارقت أمنه الأجفان والهدبا. هذه أسمرة كنا نبادلها عشقا بعشق، هما من حبها نصبا، كانت وكنا زمانا نحتسي قمرا، واليوم فارقت الأفراح والطربا. كانت وكنا زمانا نحتسي قمرا، واليوم فارقت الأفراح والطربا، ما لي أراها وقد عادت مقرحة، كأنها لم ترى نجما ولا شهبا، وقد سلاها هزار من أحبتها، تبكي مرابعها من هول ما ارتكبا، أما تراها وقد حمت مفاصلها، بحرا من الدمع يسقي أمنها نهبا، وأن ذا شارع التحرير قد هجرت، وأن ذا شارع التحرير قد هجرت، بلابل دوحه الأزهار والعنبا. يا أيها الوجع المعصوب من زمن، فك الخيول وخل اللوم والعتب، ماذا دهاك وأيم الله، أنك من يمحو بوثبته الأدران والعطب، فلا أمان سرى بين الجفون، ولا أمن تلفحه الحلم الذي انسرب، رأسا على عقب الأشياء منكسرا، من فرط ما بليت من هول ما ارتكب، رأسا على عقب الأشياء منكسرا، من فرط ما بليت من هول ما ارتكب، فلا المشارق تتلى من منابرها آيات معجزه، والعدل قد غرب، ولا مغاربها تنفك عن ألم، فالكل من عجزه يستوضح السبب، ولا حياة غدت حلما لمجتهد يسطاع من أمره، والكل قد نكب في كل ركن من الأقمار، منسدل يشري بأدمعه بؤسا وقد صعب، أيستبيح شذاها وهي ساكنة، أيستبيح شذاها وهي ساكنة، لا عهد يمنعه من شره أربا، هل تستبين رؤاها وهي نائمة، وتلعن الحظ والأقدار والحقب، قد غربتها سنون لست تجهلها، فخل عنك حبال اليأس والعجب، فك الخيول وأنت ليفتدي أملا، وثق بنصر الذي لولاه ما وهب. هل تستبين رؤاها وهي نائمة، وتلعن الحظ والأقدار والحقب، قد غربتك سنون لست تجهلها، فخل عنك حبال اليأس والعجب، فك الخيول وأنت ليفتدي أملا، وثق
لنصر الذي لولاه ما وهب. يسرق الحلم علج ماجن نزق، ديست كرامتكم عجما كذا عربا. يسرق الحلم علج ماجن نزق، ديست كرامتكم عجما كذا عربا. مرت على ربعها الميمون كوكبة، مرت على ربعك الميمون كوكبة، كنت الملاذ لمن أضناه واغتربا. من الصحابة أولي الأكرمين أتى لهفا إلى أمنها من بعد ما غلبا. مرت على ربعك الميمون كوكبة، كنت الملاذ لمن أضناه واغترب. من الصحابة أولي الأكرمين أتى لهفا إلى أمنها من بعد ما غلب. واليوم صرت بلادا غير آمنة، يفر من حضنها الولدان والنجبا. يقتلون عقولا لا تلين لهم، ويستبيحون حلما هان فاغتصبا. ماذا تبقى إذن يا أمة نكبت؟ أفيقوا من نومكم الآن قد وجبا. يقتلون عقولا لا تلين لهم، ويستبيحون حلما ضاع مغتصبا. ماذا تبقى إذن يا أمة نكبت؟ أفيقوا من وهمكم الآن قد وجبا. أقبلت يا عيد، أقبلت يا عيد، لا فرح ولا طرب، مجردا من عبير ضاع مغتصبا. أقبلت يا عيد، لا فرح ولا طرب، مجردا من عبير ضاع مغتصبا. مرت نسائمه عجلا بلا بلل، كما تمر غيوم المزن والسحبا. مرت نسائمه عجلا بلا بلل، كما تمر غيوم المزن والسحبا. وها أنا ذا من بعيد، وها أنا من بعيد، لا أرى قبسا ولا حبيبا شدا بالقلب إذ قربا. فلا البرامج مني وهي دانية، فلا البرامج مني وهي دانية. عبر الأثير هنا صوت قد احتجب. فلا البرامج مني وهي دانية، عبر الأثير هنا صوت قد احتجب. ولا الشعارات من بين الجموع هفت، ولا الشعارات من بين الجموع هفت. نحوي بأطنابها تنداح لي قشبا. ولا المقال إذا أسردته قلمي تضوع المسك والإعجاز والذهب. ولا المقال إذا أسردته قلمي تضوع المسك والإعجاز والذهب. عقد مضى وأنا أروي إذاعتها، عقد مضى وأنا أروي إذاعتها. صوت الجماهير التي أهديتها رطبا. شنفت أسماعهم في غير مستمع، شنفت أسماعهم في غير مستمع. غنيت من وجعي ليت الزمان هبا. قدحت من معلمي أركان شاشتها. شنفت أسماعهم في غير مستمع. غنيت من وجعي ليت الزمان هبا.
قدحت من معلمي أركان شاشتها مقدما نشرة أزهو بها طربا أو ندوة أو لقاء كنت أنجمه بين الضيوف أرى في ظلمة شهبا أو ندوة أو لقاء كنت أنجمه بين الضيوف أرى في ظلمة شهبا وينتشي شاهد يقول في ثقة لله درك طب لا تدخر أربا وينتشي شاهد يقول في ثقة لله درك طب لا تدخر أربا سكبت فيها لحونا لا أبدلها سكبت فيها لحونا لا أبدلها وإن تباعد عني وصلها حقبا وإن تباعد عني وصلها حقبا كم مرة خلتها فاهتاج لي قمر كم مرة خلتها فاهتاج لي قمر يا أنت يا منيتي مهما الزمان أبى أصوغ من وجع الأصفاد منصلتا أصوغ من وجع الأصفاد منصلتا أهكذا تسلب الأيام مكتسبا أصوغ من وجع آلام منصلتا هكذا تسلب الأيام مكتسبا ويمحي موعد بالدمع قد كتبا وينقضي أجل كنا نقلده من اللآلئ درا مذ أتى ذهبا نعدد الحب والساعات في شغف إذ يشرئب أيار ضاحكا طربا ظلنا نمني نفوسا في أكنتها معشوشب الظل معسولا ومضطربا أهكذا تسلب الأيام مكتسبا ويمحي موعد بالدمع قد كتبا. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة إرنا الدولية من باريس. كنتم مع قصيدة القمر النازف للشاعر محدثكم الإعلامي أحمد شريف. السلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بخير. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إريتريا تفرج عن صيادين يمنيين كانت احتجزتهم في البحر الأحمر. فريق الدراجات الإريتري يشارك في سباق الاتحاد الدولي للدراجات المقامة حاليا في العاصمة الجزائر. وتقارير تتهم قوات الدعم السريع بنصب مشانق إعدام في منازل المدنيين في العاصمة الخرطوم وسط تجدد المعارك في جبهات القتال المختلفة. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.